أهلا وسهلا بيكم، أتمنى أنكم تكونوا بخير وبسلام. عايزة أوريكي إزاي تحطي ماسكارا زي المحترفين وزي الميك اب ارتست، وإيه الخطوات اللي بيعملوها. العين دي أنا عملتها بالطريقة العادية المعروفة، والعين دي عملتها بالطريقة اللي عايزة أعلمها لكم، وأكيد الفرق بين الطريقتين واضح. وحتى لو انتي رموشك الطبيعية مش طويلة، الطريقة اللي هعلمها لك هتفرق جامد في النتيجة النهائية زي ما انتي شايفة. هحط لكم كل الحاجات اللي استعملتها في الفيديو، وانتوا حطوها على جوجل وشوفوا سعرها كام وازاي تجيبوها حسب البلد اللي انتوا فيها. ويلا بينا نبدأ الفيديو. دي الطريقة العادية اللي معظم الناس بيعملوها. بنجيب الايلاش كيرلر او الأداة اللي بتلف بيها الرموش، وبنحط رموشنا بينها وبنضغط عليها شوية، وبعد كده نحط الماسكارا بتاعتنا. وانا هنا حطيت اكتر من طبقة ماسكارا رايح جاي زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي كويسة، بس أول حاجة أنت علشان توصلي لنتيجة قوية واضحة محتاجة تحطي على الأقل 3 طبقات من الماسكارا، وهتديكي نتيجة قريبة من العين التانية اللي أنا عاملاها. الحاجة التانية، مع الوقت وبسبب تقل الماسكارا على الرموش، بعد شوية هتلاقي رموشك هبطت وما بقتش مرفوعة زي الأول. رقم 3، رموشك هيبقى فيها تكتلات، وهي نفسها هتبقى لازقة في بعضها وشكلها مش طبيعي وفريش، والماسكارا هتبدأ تتكتل عليها. ده غير إنها ممكن تعمل فتافيت أو تسيح وتطبع على جفونك اللي فوق وتحت. ودي الطريقة اللي أنا عايزة أوريها لكم. هنجيب نفس الايلاش كيرلر أو الأداة اللي بنلف بيها الرموش، وبالسشوار هندفيها شوية خفيفة جدا، ندفيها مش نسخنها، وبصبعنا كده نتأكد إنها دافية مش سخنة، وإن جلدنا يقدر يستحملها. هنفتح الايلاش كيرلر، ندخل رموشنا بين الشفتين، نقفل عليهم ونلفها، ونقوم رافعينها شوية لفوق بالطريقة دي زي ما أنا موضحة في الفيديو، بكل خفة مش بقوة خالص، ونسيبها لمدة ثواني. لأن الرموش زي شعر راسك بالظبط. تخيلي بتعملي شعرك بالبيبي ليس أو بالفير مثلا، لكن انتي سايباه مقفول ومش سخن، أكيد شعرك مش هيلف ولا شكله هيتغير. وبعد كده نفتح الكيرلر وهي لسه في مكانها شوية شوية مش مرة واحدة، وبعد كده تبعديها عن عينك. بعد كده بحب أعمل الخطوة دي الأول قبل ما أحط أي مكياج على عيني، لأن أنا عيني بتدمع وبتلخبط مكياج. لكن لو أنتي بتعمليها في الآخر ما فيهاش أي مشكلة، ممكن نأجلها للآخر. بنشف خط الرموش اللي فوق بقطنة ودان علشان لما أحط الكحل ما يتزحلقش، ويلون الخط كويس ولونه يبقى قوي وواضح. وبعد كده بحط الكحل، والحركة دي بتدي للعين إحساس بالعمق الجميل، وبتخلي العين اللي بص عليكي شايفة فيه خط أسود تحت رموشك، كأنك حاطة رموش تركيب، وده الخط أو الشريط اللي بيبقى لازقهم مع بعض. لكن الحقيقة إن دي بتبقى في عينك، فشكلها بيبقى طبيعي أكتر وجذاب أكتر. لو عينك دمعت استعملي بسرعة قطنة الودان، حطيها مرة عند الزاوية الداخلية لعينك ومرة عند الزاوية الخارجية لعينك، وممكن مرة واحدة تمشي على خط الرموش بتاعك تجمعي كل المية اللي اتكونت. شايفين كده الفرق؟ وبعد كده جه وقت البرايمر الخاص بالرموش، ودي خطوة مهمة جدا. البرايمر دي مادة خفيفة بتتحط على الرموش، بتعمل طبقة حوالين شعراية الرمش، والطبقة دي بتجمع كمية ماسكارا أكبر من الشعراية، كأنها طبقة لزق خفيفة. لكن طبعا دي بتبقى حاجة مخصوصة للعيون والرموش، فبتبقى أمان، وتخلي الماسكارا تلزق على الرمش ولا تتفتت ولا بتسيح. الحاجة التانية، البرايمر لما بينشف بيحافظ على شكل الشعراية وتفضل على نفس لفتها ونفس ارتفاعها، ما يحصلهاش هبوط مع الوقت. رقم 3، البرايمر بيقلل التكتلات وبيساعد الرموش تبقى متفرقة ومش لازقة في بعضها، وبيخلي حط الماسكارا بطريقة ناعمة وسلسة أكتر من الماسكارا لوحدها، لأن هو بيساعد الماسكارا إنها تتزحلق على الرمش. معظم البرايمرز اللي في السوق فيها مواد مفيدة للرموش ولتغذية الرموش، زي الفيتامينات زي البايتين والبانتينول، وده بيقويها وبينعمها. كمان البرايمر بيخلي الرموش شكلها أطول وأتقل ومفرودة أكتر من الماسكارا لوحدها. ولو أنا مش شايفة إن البرايمر هيفرق معاكوا وإن هو مهم في الروتين بتاع الرموش، أنا ما كنتش هخليكوا تشتروه
ولا هخليكم ان انتوا تصرفوا عليه فلوس، لكن هو بجد بيفرق جدا في النتيجة النهائية. يعني طبقة واحدة من البرايمر هتوفر عليكي انك تحطي 3 أو 4 طبقات من الماسكارا. بعد البرايمر على طول بنحط الماسكارا ونوزعها على كل الرموش، ونضغط شوية على الفرشة واحنا بنسحب لفوق زي ما انا بعمل كده في الفيديو. وبعد ما نخلص الماسكارا هنرش سبراي التثبيت بتاعنا زي ما بنعمل دايما في آخر روتين المكياج بتاعنا. وبعد 5 أو 10 دقايق لما كل حاجة تكون نشفت هنمشي بالسبولي أو الفرشة بتاعة تسريح الحواجب، نتأكد إن هي نظيفة، وبطريقة خفيفة كده ننظف أطراف الرموش من فوق ونفرقها من بعض أكتر. ولو كان في ماسكارا جت بالغلط على جفونكو ننضفها بالطريقة دي، حتى لو حاطين اي شادو مش هتلخبط الاي شادو خالص. وبس كده، ايه رأيكم؟ وبكده الفيديو يكون خلص. أرجو إنه كان مفيد بالنسبة لكم، وأشوف وشكوا على خير. باي.